السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض صينية الكنافة الجميلة دي. شايفين لونها ذهبي ازاي؟ هنعملها من غير فرن، هنعملها من فوق البوتاجاز وهتطلع معانا بالشكل الجميل ده، مقرمشة من بره وطرية جدا من جوه، حلوة جدا. وهنعمل كمان الشربات وهقولك ازاي تعمليه، وهقولك كل المقادير ان شاء الله. بس انتظريني وخليكي معايا في الفيديو للاخر. ولو مش مشتركة في القناة يلا اشتركي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا نسمي الله ونشوف الطريقة والمقادير. معانا هنا حلة او اي حاجة هنعمل فيها المهلبية اللي هنحشي بيها الكنافة. حطينا معلقة كبيرة من النشا، وهنحط عليها كوباية الا ربع من اللبن زي ما انت شايفة كده. طبعا انا بعمل حسب الكمية اللي انا هعملها. لو انت هتعملي نص كيلو من الكنافة يبقى هتعملي كوبايتين من اللبن، وعليهم معلقتين من النشا، وعليهم معلقتين كبار من السكر. تمام كده. انا مش هعمل نص كيلو، انا هعمل 300 جرام بالظبط على قد الصينية اللي عندي. تمام كده. بعد ما حطيت معلقه النشا وحطيت كوبايه الا ربع من اللبن وحطيت معلقتين صغيرين من السكر، دوبتها لحد ما تقلت معايا وبقت عامله زي المهلبيه كده. تمام كده. هسيبها بقى تبرد وهروح جايبه بقى الكنافه بتاعتي اللي انا جبتها طبعا قبلها بيوم وحطيتها في الفريزر، وطلعتها وفضلت افركها بايديا كده علشان تتفرم معايا بسرعه وما تاخدش معايا وقت. وبعد كده بالنسبه لمقدار الكنافه عندي هنا، المقدار هنا 300 جرام من الكنافه، حطيت عليهم نص كوبايه من السمنه السايحه. طبعا يفضل انها تكون سمنه من نوع نضيف، لان طبعا الكنافه بيبان فيها ريحه وطعم السمنه. فاحنا نفضل ان احنا لما هنكون هنعمل كنافه يفضل انها يكون نوع سمنه يكون كويس وريحته كويسه. تمام كده. حطيت نص كوبايه من السمنه على الكنافه بتاعتي، وبدات ادعك بايديا كويس قوي قوي لحد ما الكنافه كلها شربت السمنه معايا. خلاص كده. وبدات اجيب الصينيه اللي انا هعمل فيها ودهنتها دهنه حلوه كده بالسمنه. طبعا عايزه اقول لك ملحوظه مهمه جدا، ان الكنافه كل ما هتديها سمنه هتديكي نتيجه ممتازه. هتبخلي عليها في السمنه مش هتديكي النتيجه اللي انت عايزاها، اللي هي بتبقى مقرمشه ولونها حلو وكمان طعمها يبقى في منتهى الجمال. تمام كده. احنا بقى ايه، دهنا الصينيه بتاعتنا دهنه حلوه قوي من السمنه، وحطينا نص مقدار الكنافه زي ما انت شايفه كده، وبدانا نبطط عليه بايدينا كويس قوي زي ما انت شايفه لحد ما اتاكدنا ان كميه الكنافه كلها ضغطت في الصينيه وبقت بالشكل اللي انت شايفاه ده. رحت جايبه بقى المهلبيه اللي انا عملناها في اول الفيديو، اللي هي عباره عن لبن ونشا وسكر زي ما انت شايفه. واحنا عايزينها تبقى بالسمك ده، مش عايزينها تبقى تخينه علشان تتفرد معانا بسهوله في الكنافه وما تعذبناش. لو انت تخنتي او تقلتي المهلبيه عن كده مش هتتفرد معاكي بمنتهى السهوله، وهتضايقك خالص وتمسك في الكنافه ومش هتعرفي تفرديها كويس. احنا عايزينها بالسمك ده، لا هي تقيله قوي ولا خفيفه قوي. وكمان خلي بالك ان هي كل ما هتبرد هتتقل منك كمان. خلاص كده. بدات افردها زي ما انت شايفه، وزي ما انا بقولك ان انا عامله كميه صغيره، فعشان كده هتلاقي كميه المهلبيه اللي انا حطاها مش كتيره، بس هي مناسبه جدا لمقدار الكنافه اللي انا عاملاه. خلاص كده. فردت المهلبيه بتاعتي زي ما انت شايفه. وتقدري هنا بقى تضيفي اي نوع مكسرات انت حباه. لو حابه تحطي جوز هند، حابه تحطي فول سوداني، هيديها برضو طعم جميل جدا زي ما انت شايفه. لكن انا خليتها مهلبيه بس. وزي ما انت شايفه خلاص كده انا فردت المهلبيه بتاعتي، وهبتدي بقى اجيب الجزء التاني من الكنافه بتاعتي زي ما انت شايفه، وهبتدي افردها بشويش خالص فوق الكنافه. هاخد شويه شويه كده بايديا وابتدي افردهم زي ما انت شايفه بالراحه خالص وبشويش خالص. وابتدي الاول بالجناب بتاعت الصينيه علشان لما اضغط عليها المهلبيه ما تخرجش منها. وبعد كده وانا بسويها على البوتاجاز المهلبيه تتحرق وتلزق في الصينيه والكنافه ما تتقلبش معايا. خلاص كده. انا هبتدي بقى اضيف اهو الكنافه شويه شويه وبالراحه خالص، ولازم يكون عندك صبر وبشويش. وابتدي اضغط حبه حبه لحد ما اتاكد ان الكنافه كلها بقت مداريه المهلبيه. ابتدي اضغط بشويش يعني اضغطي يعني شويه كده بقوه، بس مش بقوه قوي علشان زي ما قلت لك ما هتخليش المهلبيه تخرج من الكنافه وتطلع لبره، وبعد كده هتلزق في الصينيه بتاعتنا لما نحطها على عين البوتاجاز. خلاص كده. زي ما انت شايفه اهوت انا عملتها وضغطتها كويس قوي زي لحد ما تساوت الصينيه. شايفه تساوت معايا كده وبقت زي الفل زي ما انت شايفه كده مرتبه. هبتدي بقى احطها على عين البوتاجاز. افتح البوتاجاز بتاعي اللي هي العين وابتدي احطها.
في حالتين بقى عندك اختيارين، لو حابه تحطي الشياطه بتاعت الرز تحت الصينيه تمام، لو انت خايفه يعني انها تتحرق منك حطي الشياطه ووطي عين البوتاجاز. لو انت هتبقي متابعاها ومخليه بالك منها وكده، خلاص كده زي ما انت شايفه انا بوريكي ان انا فاتحه عين البوتاجاز وحطيت الصينيه اهو وموطيه، وهبتدي ايه ابقى واقفه جنبها وابتدي امسك كده الصينيه، وابتدي ايه اقلبها كده شويه شويه، ابتدي ادورها من كل الاركان علشان تاخد معايا لون. وطبعا لو حابه تغطيها انا بغطيها وببتدي اتابعها كل شويه، ابتدي ايه الف الصينيه معايا عشان تاخد ايه لون من كل الجناب. خلاص كده انا قلبتها طبعا، وكان صعب جدا ان انا اصور لك اللي هو انا بقلبها يعني، فقلبتها على الغطا اللي هو كنت مغطيها بيها، وبدات اجيب الصينيه تاني وحطيت رشه برده من السمنه زي ما انت شايفه، وزي ما قلت لك ان الكنافه بتعز السمنه عشان تديكي نتيجه حلوه ومرضيه وتعجبك وتبقى ايه زي ما انت شايفه كده، لونها خطير وطعمها في منتهى الجمال. هبتدي بقى خلاص قلبتها، ابتدي احطها بقى على الوش التاني علشان تاخد لون زي ما انت شايفه اللون ده، وهبتدي برضو اتابعها وابتدي اهزها. وخلي بالك طبعا لما بنقلبها على الوش التاني مش هتاخد وقت زي الوش الاولاني، لان الصينيه بتبقى سخنه معانا والكنافه سخنه، فمش هتاخد وقت زي ايه لما بتكون في المرحله الاولى. في المرحله الاولى الكنافه بتبقى بارده والصينيه بارده فبتاخد وقت، لكن لما بنقلبها على الوش التاني بتاخد معانا 5 دقايق يا دوب بس، وبتوصل للون اللي احنا عايزينه. خلاص كده الكنافه انا خلصتها زي ما انت شايفه. هبتدي بقى اسقيها بالشربات. الشربات بتاعي يا ستي عباره عن كوبايتين من السكر، عليهم كوبايه من الميه ورشه فانيليا وعصره ليمون. لو انت عندك ملح ليمون تقدري تحطي رشه من ملح الليمون، رشه بسيطه خالص. ما عندكيش وعندك عسل كلوكوز تقدري تحطي معلقه مليانه من عسل الكلوكوز. انا حطيت عسل كلوكوز معلقه كبيره مليانه مع كوبايتين من السكر وكوبايه من الميه وعصره ليمونه، وسبتهم على البوتاجاز لحد ما غليوا. واول ما ابتدى يغلي رحت موطيه عليها وسبتها بالظبط 5 دقايق، بقى معايا الشربات بالشكل اللي انت شايفاه ده. لو انت حابه تحطي ملح ليمون هتحطي رشه بسيطه، ده بديل لعسل الجلوكوز علشان الشربات ما يسكرش مني ويبقى معاكي بالشكل اللي انت شايفاه ده. خلاص كده المقدار عندي اخد بالظبط كده حوالي 3 كبشات ونص 4 كبشات. المهم يعني انت عشان تعرفي ازاي الكنافه خلاص استكفت من الشربات ومش عايزه تاني، بعد ما تحطي كده كبشتين ولا حاجه تبتدي تضغطي ايه بطرف صباعك كده وتشوفي لو الكنافه حسيتيها طريه والشربات كده مظبوط، خلاص بتعرفي ان هي كده شربت واستكفت. لو حطيتي تاني مش هتشرب. ما تفضليش تحطي شربات وخلاص، لا لازم تبقي عارفه ان انت امتى اللي توقفي ان انت تدلقي شربات. زي ما بقولك كده اضغطي بطرف صباعك هتلاقيها طريت، وهتلاقي الشربات بيغز معاكي كده في صباعك، تعرفي ان خلاص الكنافه كده ايه استكفت من الشربات. وزي ما انت شايفه كده بوريك الشربات عامل ازاي زي الفل، لا مسكر ولا حاجه، وانا كنت عاملاه قبلها بيوم عشان يبرد معايا ويتقل وياخد السمك اللي انت شايفاه ده. خلاص كده ادي الكنافه بتاعتنا خلصت وبقت في منتهى الجمال. هنقلبها بقى في الطبق بتاع التقديم بتاعنا وهنقطعها وهوريكي بقى هي عامله ازاي من جوه. وعايزه اقولك انها فعلا كانت مقرمشه، يعني الجنبين من فوق ومن تحت كانت مقرمشه، ومن جوه طبعا المهلبيه مخليها طريه وطعمها زي العسل، لان المهلبيه طبعا احنا عاملينها باللبن وحاطين لها سكر. ولو حابه تحطي لها معلقه كريم شانتيه تقدري تحطي، طبعا لو متاح عندك كريم شانتيه تحطي وانت بتعمليها هيديها طعمه في منتهى الجمال. زي ما انت شايفه كده اللون عامل ازاي، وواضح جدا ان هي مقرمشه، والطعم في منتهى الجمال. ان شاء الله هتعجبك، جربيها وجربي بالطريقه دي. وعايزه اقولك ان دي الكنافه اللي كل امهاتنا كانوا بيعملوها، ما بيدخلوش الفرن، لان الفرن انا جربت في الفرن كتير كانت بتنشف وما بتبقاش بالشكل ده ولا بالطعم ده ولا بالطراوه والقرمشه دي. زي ما انت شايفه كده بتتقطع معايا بمنتهى السهوله وفي نفس الوقت مقرمشه وفي منتهى الجمال. لكن الفرن نصيحه مني بينشف الكنافه، بيديها لون بس، كمان ان انت ما بتحتاجيش ان انت تقلبي الصينيه، لكن بينشفها وبتبقى ناشفه، ما بتبقاش حلوه زي اللي احنا بنعملها من فوق عين البوتاجاز. فانت جربي كده واعمليها زي ما انا عملتها وان شاء الله هتعجبك، ومش هتبطلي تعمليها بالطريقه دي، وهتخلي الطريقه دي هي المعتمده عندك للكنافه. انا عامه ما بحبش الكنافه غير بالشكل ده، تكون محشيه من جوه بالمهلبيه وبتعجبني جدا. وطبعا زي ما قلت لكم الكنافه محتاجه ان هي تتعزز وتاخد سمنه كده علشان تبقى شبعانه سمنه وتديكي لون وطعم حلو قوي. يا رب الطريقه تكون عجبتكم
وان شاء الله نتقابل في فيديوهات جايه كتير، واشوفكم على خير ان شاء الله. وزي ما انت شايفه، يا ريت بقى تقولي لي في التعليقات رايك ايه في الكنافه، عجبتك ولا لا؟ ولو عملتيها تقولي لي برده طلعت معاكي شكلها عامل ازاي. واشوفكم على خير في فيديوهات جايه كتير. مع السلامه.